جاهز لرعب مش طبيعي؟ لو كنت من محبي الرعب الحقيقي مش مجرد دم وخوف في المسلسلات دي هتخليك تفضل قاعد جنب الأنوار طول الليل. يلا بينا نعمل مقارنة بين أقوى مسلسلات الرعب في 2023 و 2024 عشان نعرف مين فيهم الأقوى رعبا. مسلسلات رعب 2023: واحد، The Last of Us. بعد انتشار فطر غريب حول العالم حول البشر لزومبي، بتدور القصة حول جويل وإيلي وهم بيحاولوا ينجوا في عالم مليان بالوحوش والأشخاص اللي مستعدين يعملوا أي حاجة عشان ينجوا. المسلسل مزيج بين الرعب العاطفي والنجاة مع أكشن مستمر. المشاهد مش هتسيبك تتنفس، وده اللي هيسيبك مش قادر تبطل تتفرج لحد آخر حلقة. لو بتحب الرعب اللي فيه قصة حقيقية ومش مجرد دم مع خلط من الأكشن يبقى أكيد المسلسل ده ليك. 2، وينزداي. قصة وينزداي آدمز من عيلة آدمز اللي بتواجه جرائم غامضة في مدرستها الجديدة. أكيد هتلاقي كل حلقة مليانة غموض ورعب مش طبيعي. الرعب هنا مش من الوحوش بس، ده من الأجواء الغامضة والشخصيات الغريبة. ده رعب فيه كوميديا سودة بطريقة جديدة. 3، هيل باوند. مجموعة من الناس بيواجهوا مصيرهم المروع بعد ظهور كائنات غريبة بتبعتهم لعالم آخر بعد توقيعهم للعلامة الخاصة. الرعب هنا مش زي أي رعب تاني. المسلسل مليان بأحداث غامضة وكل حلقة هتخليك مش قادر تتوقع إيه اللي هيحصل بعد كده. عالم الرعب هنا موصول بالدين والفلسفة واللي بيخليك متحمس لحد آخر حلقة. لو بتحب الرعب الفلسفي والغموض اللي بيخليك تفكر فأنصحك بالمسلسل ده جدا. مسلسلات رعب 2024 بقى: واحد، The Hunting of Sable Hill. المسلسل بيحكي عن عائلة بتنتقل للعيش في قريتهم القديمة وبيبدأوا يواجهوا أحداث غريبة من نوعها، لكن الأجواء نفسها هتخليك مش قادر تسيب المسلسل لأن قصته المرعبة فيها تداخل بين الماضي والحاضر. الرعب مش بس من الضلمة، لأ، ده من العواطف والذكريات المظلمة. لو بتحب الرعب النفسي اللي يعيشك في حالة من الصدمة والخوف يبقى أكيد المسلسل ده ليك انت. 2، فلاش اند بون. شابة بتكتشف ان العيلة اللي عاشت معاها مش حقيقية. المسلسل عبارة عن وحوش بشرية واسرار مظلمة هتخلي كل ثانية في المسلسل مليانة توتر. هتلاقي نفسك متورط في عوالم من الرعب النفسي والوجودي، والاجواء المحيطة هتخليك مش قادر تتنفس. كل حلقة فيها مفاجآت عميقة. 3، كورسيد ريلم. مسلسل عن شخص بيكتشف قوة خارقة متعلقة بالأموات بعد حادثة غامضة، ومع كل خطوة بيكتشف أسرار غريبة عن عالم الموتى. عالم مليان بالطاقة المظلمة وأحداث مش هتخليك تقدر تبطل تتفرج لحد ما تحل اللغز. لو بتحب الرعب الغامض اللي بيجمع بين الأساطير والرعب الميتافيزيقي يبقى المسلسل ده هيناسبك جدا. الفرق بين 2023 و 2024 إن في 2023 الرعب كان أكتر في الخيال العلمي والمواقف المظلمة اللي بتحقق لك المزيج بين الرعب والفكر العميق. مع 2024 بقى الرعب هيبقى أكتر تركيز على الرعب النفسي والغموض المثير ومغامرات مع مخلوقات وأساطير خيالية هتخليك مش قادر تتحمل المزيد. والنتيجة لو كنت عايز رعب جديد وفكر مختلف 2024 هتكون السنة اللي هتعيش فيها أوقات مرعبة.